10 نصائح علشان تقضي العيد بشكل ممتع. اول حاجه اقفل موبايلك. مش هقول لك اقفل الموبايل طول اليوم، ولكن لما تيجي تقعد مع اهلك او صحابك يبقى اقفله، فما تخليش الموبايل يشغلك عن اللمه الحلوه. تاني حاجه اعمل حاجه جديده، اخرج مع اهلك اصدقائك، روحوا اماكن ما رحتوهاش انتوا قبل كده. تالت حاجه المعامله الحسنه، خليك بشوش على كل اللي حواليك، وما تنساش ان انت تعيد على اصحابك واهلك حتى لو بمكالمه واحده، ولكن هي كفيله بادخال السعاده عليهم. رابع حاجه حافظ بقى على صحتك. طبعا احنا خارجين من صيام وجسمنا اتعود على كده، في كتير بيقضي بقى اول يوم العيد باللي هو ياكل كل حاجه، فحاول تكون خفيف في اكلك، والاكل كده كده مش هيمشي. خامس حاجه بقى النوم الجيد. كتير مننا كان بيسهر في رمضان ويومه كان بتلخبط، فحاول بقى تنام كويس في ايام العيد علشان خاطر تظبط نومك. سادس حاجه ما تنساش ان انت تدخل الفرح على قلب الاطفال، اكيد هم محتاجين حاجات زي كده في الايام دي بالذات. سابع حاجه اللي انت تزور اهلك، فانت روح لهم واقعد معاهم وقول لهم كل سنه وانتم طيبين. تامن حاجه بلاش تبذير. انا عارف انك عاوز تصرف في اليوم ده وما تحرمش نفسك من اي حاجه، ولكن اصرف بالمعقول وهات اللي يناسبك فقط. تاسع حاجه بقى ما تخليش الفرح ان هو ياخرك عن الصلاه، صلي الفرض في وقته. عاشر حاجه بقى ما تنساش ان انت تعمل سنن العيد. وبس كده، شكرا ليك ان انت كملت الفيديو ده. انا حسن رضا، لو انت عاوز ان انت تشوف فيديوهات جايه اعمل لايك وفولو، وكل عام وانتم بخير.